لما جوزك وولادك يكونوا عاوزين بالغالي يطلبوها ويقولولك نفسنا فيها، تقومي انت بحتة فرخة ودقايق بالظبط وتعمليها. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف فيديو النهاردة. فيديو جميل جدا هنعمل فيه أكل المطاعم، طريقة اقتصادية ولذيذة جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مبدئيا كده احنا معانا نص كيلو بانيه، مش هناخده كله، معانا ربعين، هناخد ربع يعني ربع فرخة أو قولي ربع بانيه، والربع التاني يا دوب هناخد منه قطعة صغيرة. تمام كده. أنا كنت هعملها والله بربع فرخة، بس قلت إيه، لا نزود النهاردة، خلينا كرمة ونزود شوية. طبعا فيديو النهاردة من الفيديوهات يا جماعة الاقتصادية اللي احنا بنعمل فيها أكل المطاعم اللي بنشتريه بالغالي جدا جدا، واحنا بأقل الإمكانيات بنعمل منه وليمة، وهتشوف مع بعض ازاي. طب احنا دلوقتي خدنا صدر فرخة اهو وبنقطعه مكعبات صغيرة. احنا ما قطعناهوش بانيه لان احنا عاوزين المكعبات دي تكون ايه، سميكة شوية، يعني مش رقيقة زي البانيه. تمام. طب تعالوا بقى الصدر التاني اهو ناخد منه ايه، قطعة صغيرة اهو. شايفين؟ هي دي خلاص كده. يعني أكلة اقتصادية اهو، بنطلبها بالغالي جدا، وهنشوف النهاردة في آخر الفيديو. تابعوا الفيديو للآخر، بس اعملي لي لايك ومتابعة، وإن شاء الله الفيديو هيعجبك. طيب، قطعنا كده الفراخ بتاعتنا اللي هو زي ما قلنا ربع فرخة وقطعة صغيرة، حطينا عليه بيضاية وحطينا عليه معلقة من ايه، معجون الطماطم. نحط عليه ملح وفلفل، حبة من بهارات الفراخ، توم باودر، بصل باودر، وهنقلبهم كويس قوي. ملح وفلفل توم باودر وبصل باودر وحبة من البهارات بتاعة الفراخ، كل الحاجات دي طبعا موجودة عند العطار. نقلبهم كويس كده. معلقة الصلصة دي هتدينا تست حلو قوي، يعني وصفة النهاردة مختلفة شوية. تمام. على اللي احنا عملناه وصفات كتيرة بطرق كتيرة يا جماعة، نغير شوية، مش كل حاجة بانيه، مش كل حاجة فراخ عادية بالطريقة التقليدية، لا، هنغير النهاردة وننوع. طيب، غطينا الفراخ بتاعتنا كده بالاسترتش علشان ايه تتبل شوية. وتعالوا بقى نعمل حبة رز مبهر كده معانا حبة معلقة سمنة على حبة زيت، هنحط فيهم معلقة كركم، معلقة كاري، هنحط فيهم كبابة صيني، ليمون مجفف، وهنحط عليهم معلقة كمان برضو من معجون الطماطم، نشوحهم كويس كده وننزل بجزراية مبشورة. تمام. تقدري تستغني عن الليمون المجفف اللي هو الليمون اللومي، تقدري تستغني عن الكبابة الصيني، بس طبعا بتدي تست حلو وريحة حلوة قوي. اهم حاجة الكركم والكاري. كمان لو عندك بودرة الزعفران بتاعة الرز، انا بحب احطها قوي بس ما كانش عندي، فاضطريت بقى احط كاري وكركم ومعلقة من معجون الطماطم اللي هي الصلصة يعني. نشوح الرز بتاعنا كويس قوي وننزل كده بالملح بتاعه ونشوحه كويس قوي. نكون حاطين مية كده بتسخن في الكتل علشان نسوي الرز بتاعنا. تمام كده. نحط مية كده نغطي الرز بس يا دوب مجرد ان يغلي، نهدي النار ونسيبه بقى يستوي على نار هادية. وتعالوا نعمل الأكلة بتاعتنا. طب معانا بقى هنا معانا فيجيتار. تقدري لو انت ما عندكيش الفيجيتار ده، انا كان عندي، ولادي كانوا جايبينه، انا عن نفسي قليل اول لما بجيبه. انا بحط دايما بقسماط على دقيق. تمام. بقسماط مطحون على دقيق، وبرده هنا حطيت معلقة دقيق. تمام كده. الفيجيتار ده بيبقى غالي يا جماعة، بس زي ما قلت لكم ولادي كانوا جايبينه فاضطريت ان انا استخدمه. ما عندكيش هتحطي بقسماط على دقيق، تحطي عليهم حبة كركم وحبة كاري، حبة بابريكا، وتقدري تحطي حبة توابل من اي حاجة انت حباها، يعني توابل فراخ، توابل السبعة، اي حاجة. تمام كده. وهنبتدي ناخد الفراخ بتاعتنا ونحطها في البقسماط او نحطها في الفيجيتار، وبس كده. الأكلة دي يا جماعة هنشوفها كده آخر الفيديو. بتشتري العلبة الواحدة بكام؟ أقولك العلبة الواحدة ب60 وب70 جنيه، فيها كم قطعة من ده هقولك. شوفي بقى حبة الصدر الفرخة اللي احنا قطعناه ويا دوب شريحة كده صغيرة، هيرمي معانا كمية قد ايه. تمام. زيت غزير بقى، ونبتدي ان احنا نحمر الفراخ بتاعتنا. طبعا الرز انا نقلته على العين الصغيرة خالص بيكمل السوا بتاعه. قال ايه، عاوزين يطلبوا كل شوية يا ماما، ما نطلب بقى يا ماما، زهقنا من اكل البيت. لا مفيش، الدنيا بقت غالية يا جماعة، ما ينفعش، والاسعار نار نار، ومش قد كده، مش قد كده.
زي ما انتوا شايفين كده. بصوا اهو، بربع فرخة او صدر يا ستي. طب خليكي اقول لك حاجة، قولي نص كيلو، برغم انه والله ما نص كيلو، وانا صايمة على فكرة النهاردة بقى خلاص كده. الحمد لله، بنودع الستة البيض. الحمد لله، كل سنة وانتوا طيبين، وربنا يعود عليكم الايام بالخير يا رب. انا علشان بس السكر بيتعبني في الصيام فصمتهم متقطعين. اول كنت بصوم ما بيهمنيش، دلوقتي بقيت اتعب بصراحة، الصيام بقى يتعبني قوي. فالحمد لله يا رب، ربنا بس يعيننا ونقدر نصوم كده لحد اخر يوم في عمرنا ان شاء الله، علشان ندخل من باب الريان. دعواتكم لينا، ربنا يا رب يجازيكم خير ويحفظ لكم أولادكم ويسعدكم ويروق بالكم ويبعد عنكم الغلاء يا رب العالمين. ادينا اهو بنعمل اكلات اقتصادية بقدر الامكان. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، انا جبت بقية الكمية. احنا كنا واخدين نص الكمية بس، ورحنا نقليهم، والنص التاني يا دوب خلصنا وقليناهم. شايفين رموا معاكم كمية قد ايه؟ انت لما هتقطعيها مكعبات صغيرة مع الفيجيتار والبيض هترمي معاكي كمية حلوة قوي اهو. تمام. طيب انت هتقولي مثلا دول قليلين، لا مش قليلين. تعالوا بقى نشوف العلبة اللي انت بتشتريها من بره، ما هم عاوزين يشتروها. طب ادينا اهو كمان جبت لهم العلب اللي هي يشتروها من بره، موجودة عند خامات الحلواني. وعلى فكرة العلب دي ممكن تغسليها عادي جدا وتشيليها، وكل مرة تقدمها لهم فيها. هتعملي ايه؟ ما انت لازم تطوعيهم، بس برضو بقدر الامكان يعني تظبطيهم. بس بقدر الامكان طبعا ما نطوعهمش في الحاجات الغاليه، لا احنا نطوعهم نعمل لهم اللي هم عاوزينه في البيت، نظافه وتوفير وغذاء وكل حاجه اهو. عاوزه اقول لك، حبه الرز ده انت حاطه له كركم، حاطه له كاري، حاطه له جزر، حاجات مفيده جدا. بتاع بره بيحطوا له لون يا جماعه، الوان يا دوب تلون الرز، لكن الكركم احنا عارفين فوائده مع الكاري، يعني اكلات لذيذه جدا. تعالي بقى بص الطبق ده، ما بتشتريه اللي هو طبعا وجبة الريزو دي، بتشتري الطبق فيه يا دوب ايه 4 قطع كده. بص فاضل قد ايه، يعني يعمل ضعف الكمية دي كمان. احنا بقى خلينا كرمة وهنكبس لهم الطبق فراخ. طبعا اللي انت بتشتريه من بره ما بيبقاش كده خالص، يا دوب حاطين كام قطعة صغيرة كده والله يا جماعة. والطبق مش عارفة بكام. أنا بجد بتضايق جدا لما الاقي بنتي تكون جايه من الجامعه، وطبعا مثلا انا عامله حاجه مش عاجباها والاقيها جايبه لي وجبه زي كده، بجد بتعصب. اقول لها كنت قولي لي واجهزها لي، مش ضروري تاكلي من الاكل بتاعنا. بس تقولي يا ماما ما رضيتش ان انا اقول لك وجبتها وخلاص، بتعصبني. ربنا يهديهم ويصلح حالهم يا رب. طبعا حطي بقى كاتشب، حطي مايونيز، حطي اي صوص في الدنيا انت عاوزاه. وادي كيس واحد كاتشب وكيس واحد مايونيز على فكرة. وادي برضو فاضل كمية رغم اللي احنا مكبسين الاطباق ازاي اهو. ايه رأيكم؟ ادي الوجبات اللي كانوا عاوزين بالغالي يطلبوها، زي ما قلت لكم الوجبة مثلا 60 70 جنيه. طب وعلى ايه ده؟ احنا اقل من 100 جنيه عملنا كل الوجبات دي. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم. لو عجبكم حطوا لي لايك، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.